الناس كلها بتدور على أفضل خطة وأفضل تكتيكات موجودة في اللعبة، وبتقعد تتفرج على فيديوهات كتير، وفي الآخر تسمع نفس الكلام بس بصوت مختلف. لأن كل اليوتيوبرز بيقولك دي أحسن خطة في اللعبة، دي أجمد تكتيكات في العالم. بس الحقيقة كل الكلام ده غلط، لأن ببساطة اللي يناسبك مش بالضرورة يناسب غيرك، لأن أفضل خطة ممكن تدمرك لو ما استخدمتهاش بالطريقة الصح. وهنا خليني أقولك على حاجة، الفيديو ده مش زي أي فيديو شفته قبل كده عن أفضل الخطط والتكتيكات، لأن أنا مش مجرد هديك أكواد خطط تنسخها عندك وخلاص. أنا هعلمك إزاي تختار خطتك اللي تناسبك وإمتى تغيرها وتغيرها ليه. يعني من الآخر هعلمك تكون جوارديولا الألتيميت تيم. بس قبل ما نبدأ عندي ليك حاجة مهمة جدا، أنا موفر لك تدريب خاص 1 on 1 معايا شخصيا. لو أنت فعلا عاوز تتطور في اللعب وتوصل لمرحلة الاحتراف، فالتدريب ده معمول ليك. هنتكلم فيه عن الخطط والتعليمات وأسلوب اللعب، ونحلل ماتشاتك ونبني خطة تناسبك. ومفاجأة كمان، واحد منكم هياخد التدريب ده مجانا. كل اللي عليك انك تكتب كومنت تحت الفيديو ده، واكتر كومنت عليه لايكات هو اللي هياخده. اول حاجة لازم نفهمها ان الخطة هو الشكل الدفاعي للفريق، وان التكتيك والتعليمات هو الشكل الهجومي وطريقة بناء اللعب. فانت لازم يبقى عندك خطتين او ثلاثة، واحدة تبدأ بيها كل ماتش، والتانية تبقى معاك للطوارئ، والتالتة دي تكتيك التعديل لما الدنيا تقلب ضدك. والاهم انك تبقى عارف امتى تغير وتغير ليه. بس قبل ما تختار الخطة المناسبة ليك وتعليماتها، لازم نفهم الأول مميزات وعيوب كل خطة. وهنا تعال نقسم الخطط لحاجتين، خطط واسعة وخطط ضيقة. هي باختصار الخطط الواسعة أي خطط فيها أجنحة، وأشهرهم 4-2-1-3 وال4-4-2. والخطط الضيقة هي الخطط اللي من غير أجنحة، وأشهرهم 4-12-12 و4-3-2. تعالوا نبدأ بالخطط الواسعة. والخطة الأولى الأكثر شهرة في فيفا 25، واللي 90% من اللاعبين بيستخدموها، وهي 4-2-1-3. وهنا نسأل نفسنا ليه أغلب الناس بتلعب بالخطة دي؟ أول حاجة الخطة دي فيها 2 سي دي ام، وده معناه إنك مأمن العمق دفاعيا. مهما الخصم حاول يخترقك من العمق، عندك حائط صد قدام المدافعين. الاي اي بيخليهم يتمركزوا قدام الدفاع، وده بيحسسك انك مش متدافع لوحدك، والاي اي بيساعدك. تاني حاجة وجود الليفت وينج والرايت وينج في الخطة دي بيخليها رهيبة في المرتدات، وكمان بتعمل كثافة عددية جوه ال 18. بس الخطة دي مش معمولة لكل الناس، لأنها ليها عيوب خطيرة جدا. أول حاجة صعوبة بناء اللعب، وخصوصا من على الأطراف، لأن الأجنحة دايما بيبقوا متمركزين خلف الباكات ومش بينزلوا يستلموا ولا بيشاركوا في التحضير، فدايما بناء اللعب بتاعك هيكون من العمق. فلو خصمك قافل لك العمق، انت هتفضل تلف وتدور حوالين نفسك. تاني حاجة الأجنحة مش بترجع تدافع، لأن ببساطة مفيش تعليمات للاي اي في الدفاع، لأن زي ما قلت لك من شوية التعليمات بتبقى للهجوم مش للدفاع. فانت علشان تخليهم يدافعوا معاك لازم تحركهم بايدك. امتى بقى تختار الخطة دي تكون خطتك الرئيسية واللي تبدأ بيها؟ لو انت بتحب تلعب لعب مباشر وسريع واعتمادك على المرتدات، او لو انت عندك مشاكل في الدفاع وبتحتاج الاي اي يساعدك. تاني خطة في الخطط الواسعة 4-2-3-1، وهي نفس خطة 4-2-1-3 بالظبط في كل حاجة، ما عدا حاجة واحدة بس، الار ام والال ام. مميزاتها انك تقدر تبني الهجمة بهدوء، لان الاجنحة بتساعدك في بناء اللعب التدريجي، وكمان الاجنحة بتتمركز في اماكن ممتازة للتسديد من بره ال 18. ده غير ان الخطة دي في الحالة الدفاعية قوية جدا، بس عيوبها مفيش كثافة عددية جوه الصندوق. ولو انت اديت تعليمات للاجنحة تدخل لل 18، تبقى انت كده فقدت ميزتها في بناء اللعب. امتى بقى تختار الخطة دي تكون خطتك الاساسية؟ لو انت بتحب تبني اللعب بهدوء، ولو انت بتعرف تعمل ترافيلا وفينيس شوت من بره ال 18. ندخل على الخطة الثالثة 4-4-2. خطة كلاسيكية جدا، مش هتلاقيها أفضل خطة في أي حاجة، بس دايما هتلاقيها مقبولة في كل حاجة. مميزاتها توازن رهيب في كل الخطوط، الأجنحة بيساعدوك في بناء اللعب،
مناسبة جدا للناس اللي بتحب التنوع في الهجوم، شوية من على الأطراف وشوية من العمق. وكمان دي أفضل خطة في الضغط العالي. بس خلي بالك الخطة دي في المرتدات ضعيفة جدا، وكمان محتاجة تنوع في التعليمات عشان تستفيد منها، خصوصا ان هي ما فيهاش صانع العاب. امتى بقى تختار الخطة دي تكون خطتك الاساسية؟ لو بتحب تتحكم في رتم الماتش والكرة تفضل معاك وتستحوذ عليها اطول وقت ممكن، وكمان لو بتدافع كويس ومش بتعتمد على الاي اي كتير وعايز تدي لنفسك حرية هجومية. واخر خطه في الخطط الواسعه 4-4-1-1، وهي بالظبط 4-4-2 في كل حاجه بمميزاتها وعيوبها، بس باختلاف واحد، انك تستخدم الخطه دي في حاله وجود صانع العاب متكامل. وحط مليون خط تحت كلمه صانع العاب متكامل. يعني ايه صانع العاب متكامل؟ يعني سريع جدا وخفيف وعنده بلاي ستايل للتمرير وعنده بلاي ستايل للتسديد، يعني من الاخر هو الكوماندا اللي في فرقتك. ندخل بقى على الخطط الضيقة اللي ما فيهاش أجنحة صريحة، وأول خطة فيها 4-3-2، ودي خطة متوازنة جدا وفعليا تعتبر أنسب خطة هجومية لأي حد بيعرف يبني لعب وفي نفس الوقت عاوز تأمين دفاعي. مميزاتها فيها 2 سي دي ام حماية ممتازة للدفاع، و2 مهاجمين يعني عندك خطورة مباشرة على المرمى، و2 صناع لعب جنب بعض جحيم للخصم اللي بيدافع من العمق. علشان كده دايما برشح الخطة دي انك تلعب بيها قدام الخصوم اللي بتلعب 4-2-1-3. عيبها الوحيد انك محتاج تغير تعليمات اللاعبين كل شوية علشان ما تبقاش مملة او متوقعة. امتى تستخدمها؟ لو عندك 2 صناع لعب زي ما الكتاب ما بيقول. تاني خطة 4-12-12، خطة هجومية نارية بس محتاجة لاعب يكون تفكيره عالي جدا في بناء اللعب، خصوصا انها ما فيهاش اجنحة. مميزاتها ضغط رهيب من العمق، وكمان دي تعتبر اقوى خطة تكسر بيها دفاع اي خصم مستوى عالي. بس عيبها ان هي محتاجة صبر وعدم استعجال في بناء الهجمة، وكمان في اوقات كتير هتعتمد على الباكات وتقدمهم، وده هيخلي المرتدات عليك صعبة. وامتى تستخدمها كخطة أساسية بالنسبة لك؟ لو انت بتلعب تيكي تاكا وبتحب تضغط عالي. وبعد ما حللنا افضل الخطط اللي موجودة في اللعبة بمميزاتها وعيوبها، نرجع بقى للسؤال المهم: ابدأ بأي خطة؟ الإجابة ببساطة: ابدأ بالخطة اللي تخدم نوع لعبتك. مش لازم تكون الخطة الميتا ولا الخطة اللي كل الناس بتستخدمها. وعشان تحدد اكتر وبدقة الخطة اللي تناسبك فعلا، اسأل نفسك 3 اسئلة. اول واحد: بتعرف تدافع ولا عندك مشاكل في الدفاع ومحتاج الاي اي يساعدك؟ لو عندك مشاكل في الدفاع روح للخطط اللي فيها سي دي ام، بس لو انت جامد في الدفاع روح للخطط اللي فيها سي ام. تاني سؤال: بتحب اللعب المباشر والسريع ولا بتحب تبقى الهجمة بهدوء؟ لو بتلعب لعب سريع ومرتدات روح للخطط اللي فيها رايت وينج وليفت وينج، ولو بتلعب بهدوء اختار الخطط اللي فيها ار ام وال ام. تالت سؤال: قوتك الهجومية اللي بتسجل بيها اهداف اكتر من العمق ولا من الاطراف؟ لو من العمق اختار الخطط الضيقة، ولو من الاطراف اختار الخطط الواسعة. دلوقتي ندخل على اهم مرحلة وهي التعليمات، ودي اللي بتفرق بين لاعب اللي فاهم واللاعب اللي حافظ. الخطة مش مجرد شوية أرقام، تعليمات اللعيبة هي اللي بتحول الرسم ده لأسلوب لعب واضح، وده بيبدأ من فهم قدرات كل لاعب. نبدأ بالباكات. لو عندهم بلاي ستايل للتمريرات خليه يشارك معاك في بناء اللعب حسب أسلوبك سواء من الطرف أو من العمق، ولو عنده بلاي ستايل دفاعي بس خليه ورا يحميك في المرتدات. ندخل على المحاور. لو هو دفاعي بحت خليه هولدنج، انما لو الرؤية عنده عالية هي والبساط تخليهم ديب لاينج بلاي ميكر او بوكس تو بوكس. نفس الكلام على صناع اللعب اللي هم الكمات. عنده بلاي ستايل تمريرات خليه على حدود ال 18 يوزع اللعب، انما لو خفيف وعنده بلاي ستايل للتهديف خليه يدخل كمهاجم تاني. اما بالنسبة للاجنحة لو هو سريع بس خليه دايما على الطرف واستخدمه في المرتدات، ولو البساطة عنده ممتازة او لو بيلعب في نس وترافيلا خليه على حدود ال 18، انما لو هو فينشر عالمي لازم تدخله جوه الصندوق. تعالوا ندخل على اهم جزء في الحلقة: امتى وازاي تبدل خطتك اثناء الماتش. اول حاجة
ما تبدلش لمجرد انك متأخر في النتيجة. ناس كتير اول ما بتلبس جول بتفتح الملعب وتطير الباكات وتلعب ضغط عالي، والمصيبة ان اللي قدامك بيستناك تعمل كده. اللي انت محتاج تعمله بدل كده انك تسأل نفسك سؤال واحد: ايه اللي مش شغال والمشكلة فين؟ مش قادر تبني لعب، ولا قادر تبني لعب بس مش قادر توصل الكرة لل 18، ولا بتوصل لل 18 بس الهجمات بتضيع، ولا بتتلسع من المرتدات؟ وعلى حسب اجابتك هتختار التغيير الصح. لو مشكلتك في بناء اللعب والخصم ضغطك في نص ملعبك، ده معناه ان مفيش مساحات واضحة للتمرير، ودي حلها حاجة من الاتنين: لو الخصم بيلعب تمريرات قصيرة أو متوازن، يبقى ساعتها نستخدم باك من الاتنين يدخل في نص الملعب علشان يعمل كثافة عددية وتقدر تطلع بالكورة. ولو الخصم بيلعب على مرتدات، يبقى وقتها لازم تغير الخطة لخطة فيها RM و LM. طيب لو انت بتبني لعب بس المشكلة مفيش حد جوه ال 18 أو الإنهاء مش كويس، في الحالة دي يا إما تخلي الأجنحة يدخلوا جوه الصندوق، أو صانع الألعاب يكون مهاجم تاني. طب لو المشكلة دفاعية وخصمك مبهدلك في المرتدات، لو الخصم بيخترقك من العمق، خلي المحاور واقفين ورا وحاول تبني اللعب من على الاطراف. ولو الخصم بيخترقك من الطرف، خلي الباكات ثابتين ورا والمحاور هي اللي تزيد معاك في الهجمه. واهم حاجه ما تبدلش وخلاص، بدل وانت فاهم بتبدل ليه. وهنا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. لو عجبك اللي شفته فانا استحق لايك محترم، واشترك في القناه عشان تشوف كل الفيديوهات اللي جايه، وما تنساش الكومنت وخلي اصحابك يعملوا لك لايك عليه علشان تكسب التدريب مجانا. وسلام.